عرق النسا هو حالة طبية يكون فيها الألم ممتدا من أسفل الظهر على طول منطقة الأرداف، ويمتد على طول الفخذ إما في الجزء الأمامي أو الخلفي، ويمكن أن يصل إلى القدم أيضا. هذا مصطلح طبي شائع. مصطلح غير طبي يستخدمه المرضى والسكان بشكل عام، لكن في الواقع عرق النسا هو ألم ينشأ من الظهر بسبب انزلاق القرص. لذلك هذا يحدث أساسا بسبب بروز القرص، ويمكن أن يحدث أحيانا بسبب تهيج مباشر للعصب الوركي نتيجة الجلوس المستمر على سطح صلب، أو أحيانا بسبب أورام العصب الوركي، أو عدوى فيروسية في الأعصاب الوركية، أو في الضفيرة القطنية العجزية. لذلك في الأساس هو مصطلح يستخدم لوصف الألم الذي يشع من الظهر إلى الساق، ويمكن أن يكون بسبب القرص أو بسبب العصب الوركي نفسه.